الحقيقة هي حاجة تحزن جدا جدا يعني. ربنا يشفيهم يا رب. اللي فينا يا جماعة متابع مواقع التواصل الاجتماعي الأيام دي بيشوف حالات يرق ليها الحجر الحقيقة يعني. أم مثلا 18 سنة ما بتنجبش، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى وهبها بطفل، بس الطفل ده مريض بمرض اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، وقصص غيرها كتير، والطفل يونس وغيره وغيره اللي هو بنشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه المرض اللي هم بيعانوا منه الأطفال ده؟ ده مرض اسمه دوشن ماسكولار ديستروفي DMD. ده المرض ببساطة عبارة عن نوع من أنواع ضمور العضلات الوراثي. الايه؟ الوراثي. يعني وراثة ده يا دكتور ولا ايه؟ لا، هتكلم عنه دلوقتي، بس خلينا نقول مقدمة عنه الأول، وبعد كده ايه هقول لكم يعني ايه كلمة وراثي. ده بيصيب الأطفال الذكور غالبا، بيخلي العضلات تضعف تدريجيا لحد ما بتفقد قوتها. سببه ايه؟ سببه بيكون خلل جيني. في جين مهم جدا 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 اسمه الجين ده اسمه ديستروفين. الجين ده يا جماعة مسؤول عن إنتاج البروتين اللي بيحافظ على قوة العضلات. طيب لو البروتين ده مش موجود أو ناقص، إيه اللي هيحصل؟ طبعا العضلات هتبدأ تفكك وتضعف. طيب احنا قلنا ان هو ايه؟ مرض وراثي. ايه بقى نوع الوراثة يعني ولا حاجة؟ نركز مع بعض يا جماعة في الكلام اللي انا هقوله ده. بمنتهى البساطة الخلل بيكون زي ما قلت لكم في جين الديستروفين. جين الديستروفين ده بيكون موجود في كروموزوم اكس. احنا عارفين او هنعرف دلوقتي ان الذكور بيكون عندهم كروموزوم اكس واي. يعني لو العيب في كروموزوم اكس والمشكلة فيه هيبدأ يظهر المرض على طول. اما الاناث فبيكون عندهم كروموزوم اكس اكس. فلو واحدة من الاكس دول فيها خلل او فيها مشكلة، التانية بتعوض. غالبا البنت مش بيبان عليها المرض، لكنها ممكن تكون حاملة للمرض وبتنقل الجين لولادها. يعني لو كل أم حاملة للمرض هيكون كل ذكر عنده 50% احتمال يطلع مريض عشان الاكس الواي اللي عنده، وكل أنثى عندها برضو 50% احتمال تبقى حاملة زيها. بعض الأحيان قليلة يعني الحقيقة بتكون أحيانا يعني الطفرة بتحصل، يعني ممكن ما يحصلش، ما يكونش وراثي ولا حاجة، وبتحصل الطفرة دي بتحصل في العيلة لأول مرة. تحصل الطفرة فما بيكونش في تاريخ مرضي للعيلة ولا حاجة، بس بتحصل فيها لأول مرة. الأعراض بتاعة المرض بتظهر بدري، يعني من سن 2 تقريبا لسن 5 سنوات. نركز مع بعض في الأعراض اللي أنا هقولها دي. ليه؟ عشان كل أم، وطبعا الأم هي الأساس، مش هقول الأب ولا حاجة يعني، الأب بره على طول. إنما لو كل أم تركز مع أطفالها أكتر ما تركز في الموبايل بتاعها، تركز في الأعراض اللي أنا هقولها دي. الطفل عندها بيتأخر في المشي عن سنه، يعني هو المفروض مثلا بيمشي عند سنة وشهر، اللي هو سن 13 شهر مثلا ولا حاجة. لقيته مثلا في عمر أكبر، مثلا قرب على 2 وما بيمشيش، أو بيقع كتير، بيلعب مثلا بيجري ويقع، يجري ويقع، يجري ويقع. لو في سلم ولا حاجة بيبقى ايه عنده صعوبة في طلوع السلم، مع انه هو المفروض يطلعوا عند سن مثلا 2.5 3 سنين يطلع السلم عادي.
لقت ان هو في عنده صعوبة في طلوع السلالم. لو شافت بطنه بارزة كده كأنها ايه مشدودة. لما بيجي يقع على الارض بيجي يقوم نفسه بطريقة معينة، دي علامة بنسميها جاور ساين. علامة جاور دي بيبقى ايه؟ بيبقى الطفل وهو يعني عشان يقوم نفسه بيضغط على ايه؟ بيضغط على رجله عشان يقدر يشد نفسه وايه؟ ويقف. طبعا مع مرور الوقت الطفل بيلاقي صعوبة اكبر في الحركة لحد ما يوصل لمرحلة المراهقة. ده لو وصل لمرحلة المراهقة ممكن بيحتاج في الحالة دي كرسي متحرك، ما بيقدرش يمشي خالص يعني. طيب هل الموضوع بيكون في الرجلين بس يعني اللي هي الدوشن ده بيكون في عضلات الرجلين فقط لا غير؟ لا ابدا. مع مرور الوقت بيأثر على عضلات الدراعين، بيأثر على عضلات التنفس، بيأثر على عضلة القلب في حد ذاتها. وده السبب يا جماعة اللي بيخلي المرض خطير جدا جدا جدا. طيب تشخيص المرض ده ازاي بقى دكتور محمد؟ اول حاجة طبعا دكتور الاعصاب بيفحص الطفل كويس. انا ما بلاقي كأم اعراض اللي انا ذكرتها ديت ظهرت عند طفلي ما بسكتش على طول، ببادر فورا وبروح لدكتور اعصاب اطفال. اول حاجة طبعا دكتور الاعصاب الاطفال بيفحصوا كويس جدا في تحليل، ده بيكون عالي جدا 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 النسبة بتاعته اما بتطلع للحالة دي من علامات ظهور المرض يعني، اللي هو تحليل اسمه CBK. وبرضه بنعمل تحليل جيني، او دكتور الاعصاب الاطفال بيطلب عمل تحليل جيني عشان يتأكد من الخلل موجود في جين الديستروفين. التبكير يا جماعة في التشخيص في غاية الأهمية، مهم جدا لأنه بيحدد لي خطة الإيه؟ خطة العلاج. هل ليه علاج بقى المرض ده ولا حاجة؟ لحد عام 2023 لحد سنة 2023 كان مفيش علاج للمرض، يا دوب بندي كورتيزون. يا دوبك الكورتيزون كان فايدته في الحالة دي ان هو يبطئ تدهور العضلات فقط لا غير، مع جلسات العلاج الايه الطبيعي عشان احافظ بس على الحركة بتاعة المفاصل. وطبعا متابعة حالة القلب والرئة دايما على طول بانتظام. بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. 2023 ال FDA وافقت فعلا على علاج جيني اسمه إليفيديس. صحيح هو غالي جدا 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 بملايين يبقى الحمد لله بادرة أمل بالنسبة لمرضى الدوشن ماسكولار ديستروفي اللي هو الإليفيديس. طبعا لأن هو بيصلح الخلل الموجود في الجين وبيخلي الجسم ينتج بروتين الديستروفي. مرض دوشن يا جماعة زي ما اتكلمت عنه ده مرض وراثي خطير. أي تأخر في المشي، طفلك بيقع كتير، ما تستهونش ما تقولش بكرة يبقى كويس بعده يبقى كويس، الحاجات دي كلها روح شوف السبب. ممكن تكون حاجة بسيطة، ممكن ما تكونش حاجة بسيطة، ممكن يكون عنده نقص فيتامين د او عنده لين عظام ولا حاجة عادي كويس، يبقى انا ايه ما خسرتش حاجة كأم كأب. انما ممكن تكون حاجة لا قدر الله كبيرة. فعلى طول اول ما الاقي تأخر في المشي بالنسبة لسنه، يعني ما يكونش طفل مثلا عنده 7-8 شهور وبتقول لا ده متأخر في المشي، لا انا عارف الطفل بتاعي عندي سنة وشهر عندي سنة وشهرين، ما جيش بقى مثلا عنده سنة و3 شهور ولا حاجة وما مشاش اجري ايه على طول، لا ويعني ادي فرصة شوية، يعني مثلا قرب 2 ولا حاجة وما مشاش، لا اللي في الحالة دي ما اسكتش على طول. لقيت طفل كل لما يمشي ويقع يمشي ويقع يقع كتير، يعني يجي يلعب ولا حاجة يقع، السلالم مش عارف يطلعها رغم ان هو سنه بقى وصل ان هو طلوع السلالم يعني فترة كويسة، بس هو مش عارف يطلع السلالم. اما بيجي مثلا يقع ولا حاجة عشان يقف مثلا ما بيقفش كده زي الاطفال عادي، لا بيحط دايما لازم ايده على رجله عشان يقدر ايه يدي لنفسه عزيمة ان هو يقدر يقف. على طول في الحالات دي كلها ما بسكتش وبذهب على طول لدكتور اعصاب الاطفال.
لانه كتر الايام دي خالص اللي هو الحالات يعني اللي هي عندها هذا المرض. حبيت القي الضوء عليه عشان نبقى عندنا ثقافه صحيه، يعني ايه المرض اللي احنا بنشوفه بتاع يونس وبتاع غيره وبتاع غيره، والحاجات اللي احنا ايه بنشوفها كده في الاطفال. شفاهم الله وعافاهم. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناه طبيب الاسره.